ازاي تعملي فلوس وانتي نايمة، وانتي مسافرة، وانتي قاعدة مكانك بتتفرجي على مسلسلاتك المفضلة، وانتي في الجيم. انتي قاعدة بتعملي فلوس في كل الأحوال، انتي رصيدك عمال يزيد. كل اللي انتوا هتحتاجوه 4 حاجات: موبايلك أو الآيباد، لابتوب، أي وسيلة، انترنت، شات جي بي تي، مهارتك وشطارتك، ذكائك، أي حاجة انتي شاطرة فيها. ممكن تعملي مشروع من غير راس مال، هتحولي لأي مهارة عندك لكنز، مصدر دخل يفضل شغال معاكي لمدى الحياة. الناس بره حرفيا بتعمل ملايين منها بقالهم سنين. الموضوع ده بدأ ينتشر عندنا شوية، بس ما انتشرش قوي، بس بدأ ينتشر شوية. ففي الفيديو ده هقول لكم ازاي تعملوا فلوس في جميع الأحوال، وانتوا نايمين وانتوا قاعدين بتستمتعوا بحياتكم. هاي حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معلش بقى لي كذا اسبوع مش بنزل فيديو، كنت عامله حاجه في وشي فما كانش ينفع اطلع اصور ولا احط ميك اب ولا اعمل اي حاجه، فيعني استحملوني. الفيديو ده تاني فيديو ليا في سلسله الربح من البيت، طلبتوها مني كتير قوي، واكتر فيديو يمكن عجبكم، فعشان كده انا قررت ان انا هكمل السلسله دي، والسلسله دي هتكون مفصله، كل حاجه مفصله. اي حد عنده سؤال هسيب لكم الايميل بتاعي هنا، انستجرام بتاعي هنا. عندكم اي سؤال ابعتوا لي، يمكن ما اردش في ساعتها بس هرد عليكم بعد كده. بدأنا الخريف ومطر والدنيا بدأت تشتي شويه. يلا بينا بقى نبتدي الفيديو. العالم بره بقالهم سنين يحققوا ملايين من حاجه اسمها ديجيتال برودكت، منتج رقمي، منتج مش حقيقي، منتج مش زي ده كده حاجه ملموسه، لا دي حاجه رقميه. الدنيا دلوقتي او العالم حوالينا كله تحول لرقم. الناس كلها كل حاجه بنعملها من عن طريق الموبايل، من عن طريق الانترنت، فما بقتش في حاجه حقيقيه، كلها بقت حاجات رقميه. في الفيديو ده هشرح لكم يعني ايه منتج رقمي، انواع المنتجات الرقميه، امثله على المنتجات الرقميه، ازاي نعمل منتج رقمي، ازاي اسوق المنتجات الرقميه وعيوبها. كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب، لازم تبقوا عارفين كده. ديجيتال برودكت يعني ايه؟ منتج رقمي بكل تفصيل. منتج رقمي دي حاجة انت هتشتغلي عليها مرة واحدة وهتبيعيها ملايين المرات، عدد غير متناهي من المرات. راس مالك في المشروع ده هو ذكائك وشطارتك وأي مهارة عندك، ده راس مالك. يعني ايه منتج رقمي؟ يعني منتج هتحطي فيه معلومات، او المنتج ده هيضيف لي حاجة، هيساعدني في حاجة، هيسهل حياتي، حاجة انا محتاجاها كل يوم فيكون معايا على طول، او حاجة فيها معلومات هتخليني احسن، في حاجة في قيمة تضيف لي. انا لما اشتريها اقول انا دفعت فيها $10، هي تستاهل $10. حاجة تكون worth it، فيها معلومات، فيها قيمة، فيها value، مش مجرد معلومات انت واخداها من شات جي بي تي. كل حاجة دلوقتي بقت رقمية، الكورسات، الكتب، الحسابات، كل حاجة بقت رقمية. أنواع المنتجات الرقمية عشان تفهموا كلامي أكتر: كتب إلكترونية، أنا ممكن أعمل لكم كتاب إزاي تعملوا منتج رقمي وأبيعه ملايين المرات، أحطه على ويب سايت، خدوا يا جماعة اشتروا ده الكتاب ده $10، أو أحط لكم كورس إزاي تعملوا منتج رقمي وابيعه برضو $20 $50، والكورس ده هيتفتح لما تدفعوا الفلوس دي، واحطه على ويب سايت خاص بي. ممكن ابيع تمبلت، مش دلوقتي بيطلع ترند على الانستجرام بتلاقوا صور عصير وورد ومش عارفه ايه، تمبلت بتاعت انستجرام. انت شاطره مثلا في الاكسل شيت، هتعملي شيتات اكسل وتبيعيها. هحط لكم صوره بنت اجنبيه دي موجوده على موقع استي، ما شاء الله عامله كميه منتجات رقميه كلها بروجكت مانجر، كلها من مايكروسوفت اوفيس. انا هشوف ايه اللي انا محتاجاه منها وهختاره وهشتريه، ورخيصه جدا، سعرها يعتبر رخيص جدا. فانتوا لو عملتوا كم شيت على اكسل ونزلتهم على استي، يعني مش هقول لكم حتى في العالم العربي، ونزلتهم على استي هتدخل لكم فلوس. لكم ازاي تسوقوا لنفسكم وازاي كل الحاجات دي هقولها لكم في اخر الفيديو. انا عايزه حد ينظم لي حياتي، انا حياتي متلخبطه، عايزه حاجه تنظم لي. انا عايزه انظم حياتي مع الاي اي. في برنامج اسمه نوشن، وده برنامج اي اي تايم مانجمنت، بيدير حياتك، بيدير حياتك في كل حاجه. البرنامج ده عظيم عظيم.
فانا عايزه تمبلت، انا لسه مش فاهمه في حاجه، وعايزه حد كده يعمل لي تمبلت جاهزه احط فيها مواعيد شغلي، مواعيد البيلاتس، مواعيد الجيم، مواعيد كل حاجه بعملها، اليوجا، اي حاجه قبل ما انام. تمبلت ده هيروح جاي منظم لك حياتك حرفيا، ممكن تحطي عليه شغلك، ممكن تحطي عليه كتبك، تحطي عليه كل حاجه. هتروحي شاريه تمبلت مناسبه معاكي، اروح اشتريها. فدي انواع الديجيتال برودكت. ازاي نسوقه؟ مين هيشتري مني منتجات رقميه؟ يعني انا مين هيشتري مني المنتجات الرقميه دي؟ هقول لكم، بس تعالوا اقول لكم الاول ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها مبدئيا. محتاجين طبعا ايباد او موبايل او لابتوب، اي حاجه عندكم. محتاجين برنامج كانفا، محتاجينه كتير جدا. محتاجين برنامج كاب كات، ومحتاجين شات جي بي تي. اخر حاجه محتاجين السوشيال ميديا عشان نسوق لنفسنا. طيب هنعمل ايه؟ كانفا موبايل طبعا او ايباد عشان نشتغل عليه، انترنت ده اساسي. كانفا هنشتغل عليها ازاي؟ كانفا هنعمل من عليها تصميمات، هنعمل من عليها الكتب الالكترونيه، هنعمل من عليها كل حاجه احنا محتاجين عشان اعمل منتج رقمي. حسب هو المنتج ايه. عندنا كانفا، عندنا كاب كات، عندنا شات جي بي تي. الثلاثه دول الاساسيين علينا اللي احنا هنشتغل عليهم. حسب انت هتعملي منتج رقمي ايه. طيب انا هعمل كورس، محتاج اعمل كورس، هتعمليه تظهري فيه بوشك ولا مش هتظهري بيه في وشك؟ طب انت عايزه حد مكانك يكون اي اي، حد شكله اي اي وهو اللي يشرح، ولا عايزاه من غير وش خالص وتشرحي انت الكورس برزنتيشن وتشرحي عليه الكلام؟ حسب انت عايزه ايه. لو عايزين قولوا لي ايه المنتج الرقمي اللي انتوا محتاجينه وانا اعمل لكم شرح ازاي تعملوا عليه. طيب دلوقتي يا شروق، انا مين هيشتري مني؟ انا مين يعرفني عشان يشتري منتجاتي الرقميه؟ طيب عندنا تو اوبشن. عايزين نظهر احنا كاشخاص ونبيع المنتجات دي على اسمنا، ولا احنا عايزين نسوق لمنتجاتنا وبس؟ البنت اللي هي السعودية اللي بتسوق لمنتجاتها محدش يعرف شكلها، محدش يعرف هي مين، بتسوق ازاي تختاري الوان مناسبة معاكي، ازاي موضة 2025. هي بس بتبيع المنتجات، محدش يعرف شكلها مين، منتجاتها بتتباع. هبقى هطلع بصوتي، ناس هتعرفني شروق موسى، دي بتعمل محتوى تطوير، شروق موسى بتعمل محتوى عن الذكاء الاصطناعي، شروق موسى بتطلعي. فانتوا هتختاروا شوفوا انهو واي. تمام. انا هسوق لنفسي بالتسويق بالمحتوى عن طريق السوشيال ميديا ببلاش. يعني انا مثلا عايزه اسوق لكورس الطبخ بتاعي، هاخد مشاهد من الكورسات بتاعتي، مشاهد، هبيع الكورسات. زي احط لكم واحده بتبيع كورسات ازاي تعملي الحلويات بشكل معين، احط لكم الفيديوهات بتاعتها. هي بتسوق لنفسها ايه؟ هي مصوره، احنا ما نعرفش شكلها، ما نعرفش اي حاجه عنها، هي مصوره الكيك قد ايه شكله حلو ولذيذ، بتقول الكورسات موجوده على الموقع عندي. كل اللي بتحطه فيديوهات على تيك توك، على انستجرام، على سناب شات، فيديوهات للكيكات بتاعتها، الكيكات شكلها تحفه. فانا لو مهتمه بالطبخ هروح اشتري الكورس بتاعها. انا يعني مستحيل، دي الطبخ بتاعها فظيع. ده اسمه تسويق بالمحتوى. انا دلوقتي كوتش شاطر جدا، فهشوف الناس، هجيب فيديوهات ناس بتتمرن غلط واقول ازاي تدمري عضلات جسمك، ازاي تعملي، ازاي تتمرني صح، ازاي تكبري كتفك، ازاي تكبري عضلاتك، ازاي وتعلمي الناس. في اخر الفيديو او في نص الفيديو هتعلني عن الكورسات اللي انت بتعمليها موجوده في الويب سايت عندك. لو انت ما عندكيش ويب سايت هتكون موجوده على مواقع البيع منتجات الرقميه، في مواقع لبيع المنتجات الرقميه. فانا هسوق لنفسي من عن طريق السوشيال ميديا، هعمل فيديوهات، هعمل خطه محتوى اني اسوق للكورسات بتاعتي. زي البنت اللي بتجيب فيديوهات بتاعت هاندا ارتشيل، ولا منى زكي، اي حد لابس فستان حلو، ازاي تعرفوا تختاروا الفستان المناسب معاكي، ازاي تختاري الفستان المناسب حسب شكل جسمك. عايزين تتعلموا؟ موجود المنتج الرقمي بتاعي، اللينك في البايو. ازاي تتعلموا عن الانوثه المظلمه والانوثه الغامضه والانوثه المضيئه، اللينك في البايو. البايو فيه منتج رقمي، المنتج الرقمي ده بكام؟ ب10 ريال. خلاص انا ايه يعني 10 ريال هشتريها، وفي غيرك 2000 3 هيشتروها، فهي دخل لها 20 30 ألف ريال من منتج رقمي عملته. فأنا هسوق لنفسي من عن طريق السوشيال ميديا، يا إما أبني لنفسي اسم، يا إما أسوق بالمحتوى من غير ما أظهر وشي أو اسمي أو أي حاجة. أنا دلوقتي بعرف أصور حلو، فهروح أخد الكواليس التصوير،
اروح مصوره كواليس التصوير قبل وبعد. ولو عايزين تتعلموا ازاي تصوروا بالموبايل مثلا، اللينك في البايو، لينك الكورسات بتاعتي في البايو. فانا هسوق لنفسي عن طريق السوشيال ميديا، هحط في الفيديوهات دي تيبس وتريكس للناس اللي عايزه تتعلم التصميم، تيبس وتريكس. انا مدرسه لغه انجليزيه وعامله كورسات للغه الانجليزيه، فهقول للناس ازاي الجمله دي تتنطق صح وما تتنطقش غلط. لو عايزين الكورسات موجوده عندي في البايو، سواء الكورسات في موقعكم الشخصي او موقع بيع. مفيش حاجه ملهاش عيوب في الحياه، كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب. ايه مميزات المنتجات الرقميه؟ ان هي مش محتاجه لا تخزين لا شحن، لا محتاجه راس مال، مش محتاجه اي حاجه، اعتمادها على ذكائكم دماغكم، مش محتاجه حاجه تانية. ايه بقى العيوب؟ نيجي لعيوب المنتجات الرقميه اللي محدش هيقولك عليها. ان ممكن تعملي منتج رقمي وما يتباعش. في بنت عملت 400 منتج رقمي، 403 المنتجات منتج منهم ضرب، فالناس شافت المنتجات كلها فاشتريتها. فبتقول انا اتحولت المليونيره ما بين يوم وليله. فممكن تعملوا منتجات ما تتباعش كويس. ليه؟ لان انتوا قاعدين مش شايفين السوق محتاج ايه. انا لازم اشوف السوق دلوقتي الناس مهتمه بايه، ما اعملش منتج رقمي عن حاجه الناس اصلا مش طالباها. لازم اشوف الدنيا ماشيه حواليا بتدور في ايه الناس اللي محتاجه تتعلمها. الناس عايزه تطور من نفسها، عايزه جسمها يكون احسن، عايزه تعمل فلوس، وعايزه تكون علاقات. فانتوا المنتجات الرقميه بتاعتكم حوالين المحاور دي. فالمنتجات الرقمية بتاعتكم لازم تكون worth it، يعني تستاهل انك تدفع عليها. ممكن اسوق لمنتج تسويق فظيع بس الناس تشتري المنتج تلاقيه ايه الهبل ده كلام موجود من شات جي بي تي اقدر اجيبه وانا قاعده مكاني. المنتج ده مش حلو، مش هشتري منها تاني. انت كده نهيتي اسمك، لان الشخص ده ممكن يجيب لك 10 اشخاص، والعشرة ممكن يجيبوا لك 10 تانيين. فانت كده بتخسري اسمك او تخسري سمعتك. فانا مش هخش اشتري من عندها منتجات رقميه تاني. في بنت اشتريت من عندها منتجات رقميه كانت بتتكلم كورسات، فاشتريت الكورسات ندمت ان انا اشتريت الكورسات من عندها. كورسات ما فيهاش اي معلومات مفيده، كلها حاجات يعني بسيطه جدا ممكن الاقيها في اقل كتاب بتاع تسويق. هل انا هشتري منها تاني؟ لا. هي خسرت عميل. العميل ده كان ممكن ارشحكم لناس، ارشحها لاصحابي، ارشحها لكم، بس هي كورساتها مش حلوه فانا مش هشتري منها تاني، فانتوا خسرتوا. تاني عيب ان هو لسه المنتجات الرقميه مش مشهوره عندنا في العالم العربي. يعني مفيش مواقع عربيه بتبيع انك تبيعي من عليها منتجات رقميه، وده مشروع. يعني لو اي حد ممكن ياخدني سبونسر ليه، ياخدني شريك بالدماغ بس مش بالفلوس. محتاجين منتجات زي استي، مواقع اللي بتبيع المنتجات الرقميه في العالم العربي. فانا دلوقتي لما اعمل منتج رقمي هتبيعه فين؟ دي المشكله. يا اما هتبيعوه هتحطوه في مواقع بيع المنتجات الرقميه، احطها لكم هنا كلها، او هتعملوا لنفسكم ويب سايت. الويب سايت بقى سهل ورخيص جدا وسهل جدا تعملوه. خشوا على تيك توك اكتبوا ازاي اعمل ويب سايت، سهل جدا وانتوا قاعدين من على الموبايل بابليكيشن، سهل جدا جدا. لو انتوا بتبيعوا كورسات ممكن تحطوها على يودمي، كورسيرا، فالموضوع ده هيكون سهل ان انتوا تبيعوها. بس كورسيرا ويودمي المنافسة عليهم طاحنة، فانتوا صعب ان انتوا تظهروا، يعني صعب. اخر عيب وهو الكورسات بتاعتكم محتاجة تسويق. يعني انتوا مش هتعملوا الكورس وتخشي تنامي، لا انت محتاجة تعملي لها خطة تسويقية. فانا هسوق للمنتجات اللي عملتها. عملت 3-4 منتجات، عملت منتج واحد ازاي تعملي منتج رقمي، فهعمل لها فيديوهات على تيك توك، وهجيب ناس بتتكلم عن المنتجات الرقميه واقول لهم اللينك في البايو وروحوا اشتروا الكورس. هعمل فيديو على يوتيوب سواء شورت او فيديو طويل، واقول للناس ازاي تكسبوا من البيت عشان تشتروا المنتجات الرقميه بتاعتي. لسه ما عنديش منتجات رقميه بس هعمل في المستقبل ان شاء الله. فدي عيوب المنتجات الرقميه، غير كده هي ملهاش عيوب. ميزه المنتجات الرقميه اللي برضو اي الناس شغاله في المنتجات الرقميه والناس شغالين سكتم بكتم محدش بيتكلم. جماعه المنتجات الرقميه لسه ما انتشرتش في العالم العربي قوي، فايا كان مجالك انت هتظهري فيه. لما تخشي مجال خشوا في مجال ما فيهوش منافسه عاليه. فانا لما اروح اعمل منتجات رقميه واسوقها لنفسي في وقت الناس كلها شغاله على السوشيال ميديا والناس كلها قاعده على السوشيال ميديا، فهستفيد.
ممكن اعمل كورس تعليم سواقه من على الموبايل وانت قاعده وتعملي الكورس وتاخدي الموبايل معاكي وتشرحي للناس. كورس اعمليه ب 250 جنيه، يعني $5. $5 حوالي 12 ريال ولا 15 ريال. شوفي الكورس ده هيتباع معاكي قد ايه. تعليم سواقه يا بنات، تعملوا كده ودي معناها كده، وتشرحي بالراحه وبالتفصيل، وتخلي صاحبتك تصورك وتنزلي الكورس وسوقي له على تيك توك ازاي تتعلمي السواقه في 7 ساعات، ويلا سوقي 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 ونزلي فيديوهات. خشلك فلوس وانت نايمه مكانك. فاستغلوا ترند المنتجات الرقميه، هي دي حاجه جديده. اي حاجه انت شاطره فيها حواليها هوايه. في الفيديو الجاي هقول لكم على 100 فكره لمنتجات رقميه تعملوها. عايزاكم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا سر الجرس، لان انا مش عارفه، انا بنزل فيديوهات ومش محدده وقت. في فيديوهات كتيره جايه عن ازاي تكسبوا وازاي تطوروا من نفسكم وازاي تعملوا لنفسكم اسم. فعشان كده تابعوني عشان هتستفيدوا كتير.